اهلا بكم في حلقة جديدة من الملكي مع مينا. طيب مصر كوت ديفوار، لكن مسار كورة صدق وراجعين لروحنا الحلوة ومش خايفين، احنا رجعنا مصريين واملنا في السما عاليين. احنا النهارده مش هنتكلم على نادي الزمالك، هنتكلم على منتخب الفراعنه، منتخب مصر. عندنا ماتشين مهمين جدا في التصفيات المؤهله افريقيا القادمه باذن الله، فالحلقه كلها باذن الله النهارده تبقى على منتخب مصر. هنقسم بس الحلقه لجزئين. الجزء الاول اختيارات كابتن حسام حسن للمجموعه اللي هتمثل المنتخب في الماتشين دول باذن الله، وهنتكلم في الجزء الثاني باذن الله على اختيار الكابتن حسام حسن نفسه ان هو يبقى المدير الفني لمنتخب مصر. لو جينا كده لمركز حراسه المرمى هنتلاقي ان الكابتن حسام حسن اختار 4 حراس مرمى: الكابتن محمد الشناوي، عواد، المهدي سليمان، ومصطفى شوبير. طبعا كان في حارس انضم التجميعه الاولى للمجموعه دي، وهو كان حمزه علاء تم استبعاده ودخل بدل منه عواد. دخول منطقي لعواد في المجموعه، حارس كبير قدم مباراه رائعه قدام النادي الاهلي، تصدى الى كذا كوره جوه الماتش خطيرين، كوره وسام ابو علي من الضربه الثابته. طوال الماتش كان اداؤه ثابت، اداؤه قوي، وكمان ساهم في فوز نادي الزمالك. فدخول عواد في المجموعه هو دخول منطقي بالنسبه لنا، وكده يكون خط او مركز حراسه المرمى مؤمن بالكامل بوجود 4 حراس مرمى ممكن الاعتماد على اي واحد فيهم. نيجي لاختيارات المنتخب لخط الدفاع. انا مش عارف بصراحه الكابتن حسام حسن والجهاز المعاون ليه على اي منطق وايه المعايير اللي لما جو يختاروا بيها اللعيبه في خط الدفاع فضلوا فلان على فلان. انا مش شايف اي منطق في الموضوع بصراحه، اللهم الا في مركز اللي هو الباك الشمال محمد حمدي واحمد نبيل كوكا. اختيارات منطقيه جدا في ظل ان الباكات الشمال للاهلي والزمالك اجانب، الدوري لسه ما ابتداش، فانت بتختار الاجهز والاحسن، وهو فعلا محمد حمدي واحمد نبيل كوكا اختيار منطقي. نيجي للاعيبه قلب الدفاع. تم اختيار رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، احمد رمضان بك. ال4 اسماء جيدين جدا، بس انا نقطه الاستفهام عندي ليه لم يتم اختيار احمد حجازي. احمد حجازي من الناحيه الفنيه اعتقد لاعب ممتاز وبيأدي بشكل جيد جدا مع فريقه في الدوري الاماراتي. اعتقد ان اغلب الظن الاستبعاد احمد حجازي هو نوع من الاجراءات التأديبيه. طب احنا لما نيجي نشوف ايه اللي عمله احمد حجازي التجمع اللي فات في ماتش كاب فيردي، احمد حجازي المفروض ان هو مساك منتخب مصر. كابتن حسام حسن شاف ان حمدي فتحي يلعب في مركز المساك اللي هو مش المركز بتاعه ويريح كابتن حجازي دكه. حجازي هنا ما عملش اي مشكله وامتثل للموضوع وقعد. اللي اتقال لما اتسال كابتن حسام حسن بعد الماتش ان ايه اللي حصل مع حجازي، قال ان والله اللاعب كان نفسيا مش جاهز، اعتقد نظرا لمشاده مع احد افراد الجهاز الفني نتج عنها ان الكابتن حسام حسن ما لعبوش الماتش. قال انا فضلت اني ما لعبوش بديل على اساس ان هو ممكن يكون متاثرا بالتنشنه والنرفزه دي، فيعمل غلطه او يعمل مشكله جوه الملعب تاثر على نتيجه الماتش وتاثر على اللاعب مع الجمهور. ده كل اللي قاله كابتن حسام حسن. طب هل اللاعب تجاوز؟ لا، هو قال اللاعب لم يتجاوز وان مفيش مشكله خالص مع حجازي. طب ليه تم استبعاد حجازي اذا كان هو ما عملش مشكله؟ طب على نفس المقياس عندنا الكابتن محمد عبد المنعم. كابتن محمد عبد المنعم محترف حاليا في الدوري الفرنسي، تم استدعائه للمنتخب التجميعه اللي فاتت، والكابتن محمد عبد المنعم اعتذر عن الحضور لمنتخب مصر وفضل ان هو يكمل مع الفريق بتاعه، والجهاز الفني تقبل اعتذار محمد عبد المنعم. كلام جميل. محمد عبد المنعم كون ان هو يعتذر عن اللعب لمنتخب مصر في مقابل انه يبقى متواجد مع فريقه، ده امر غير مقبول. اعتذاره وقبول الاعتذار من قبل الجهاز الفني تقديرا للموقف شيء يحسب لحسام حسن ان هو مش عايز يتنشن مع اللاعب. كلام جميل، بس يتم استدعائه مباشره للتجميعه اللي بعديها وكأن شيئا لم يحدث، ده امر انا بستغرب له جدا. محمد عبد المنعم لعيب ممتاز جدا ومن قلوب الدفاع اللي اعمده في منتخب مصر، ما اختلفتش على الكلام ده كله، بس بمبدا الثواب والعقاب او بمبدا التأديبي، لو انت سامحت كابتن محمد عبد المنعم على اعتذاره الكامل على انه يلعب لمنتخب مصر
فتره من الفترات مفضلا ان هو يلعب مع فرقته، فانت بالاولى ان لو لاعب تنشن معاك ولم يتطاول ولم يتجاوز في حق الجهاز الفني، فان هو يبقى موجود التجميع اللي بعدها بشكل طبيعي اذا كان مستواه الفني يؤهله لكده. يعني لازم يبقى الكيل بمكيال واحد يا جماعه، ما ينفعش اني انا بفضل اللاعب ده او بحب اللاعب ده فانا همشي له الموضوع واللاعب ده انا مش همشي له الموضوع، يا الاثنين يجوا يا الاثنين ما يجوش. يعني انا مش عارف ليه الموضوع مشي بالطريقه دي بصراحه. نيجي للكارثه الكبيره طبعا في مركز الباك اليمين. الباك اليمين كابتن حسام حسن اختار احمد عيد واختار محمد شحاته. كابتن احمد عيد لاعب صغير في السن، لاعب منتخب اولمبي، لاعب كويس وواعد وان شاء الله يبقى له مستقبل مع المنتخب الاول، كلام جميل جدا ومتفقين معاه. بس احمد عيد اخر مره لعب امتى؟ وهل هو الاختيار الافضل حاليا ولا لا؟ سؤالين لازم الكابتن حسام حسن يجاوب عليهم، يقول لنا اختار احمد عيد ليه. تاني حاجه محمد شحاته. محمد شحاته هو لاعب في نادي الزمالك، لاعب خط وسط اساسا. الزمالك استعان بيه في بعض الماتشات انه يلعب باك يمين علشان عمر جابر يغطي ناحيه الباك الشمال، لان الزمالك عنده مشكله في الباك الشمال. طب الحمد لله منتخب مصر عنده باكات يمين جاهزه، ليه انا الاعب محمد شحاته او اختار محمد شحاته كباك يمين؟ مفيش منطق في الموضوع يعني، الا ان في مشكله شخصيه ما بين كابتن حسام حسن وما بين عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر. عمر جابر هو المفروض يكون الباك اليمين الرئيسي والاساسي في منتخب مصر، حتى في وجود الكابتن محمد هاني اللي تعرض لاصابه ربنا يشفيه. محمد هاني لو موجود كان هيلعب اكيد مع حسام حسن، لانه مثبت محمد هاني على انه الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر. بس حتى في وجود محمد هاني بمستوى عمر جابر، عمر جابر لازم يلعب الباك اليمين الاساسي للمنتخب. مع اصابه الكابتن محمد هاني، فالاختيارين الاثنين اللي لازم تضمهم من وجهه نظري انا الشخصيه، عمر جابر ويلعب اساسي، عمر كمال عبد الواحد يلعب احتياطي او يكون البديل. يعني مفيش تفسير لاختيار او لعدم اختيار كابتن حسام حسن لعمر جابر، لاعب لسه جايب السوبر الافريقي لفرقته، كان مساهم بشكل كبير، عمل اسيست التعادل. كابتن عمر كمال عبد الواحد لاعب كبير، لما نزل مكان اللاعب محمد هاني عمل ماتش جيد جدا، حط ضربه الجزاء حتى اللي حطها باقتدار. اثنين لعيبه انا ما اعرفش ليه لم يتم الدفع بيهم ولم يتم اختيارهم. بالنسبه لخط الوسط مركز 6 في اثنين لعيبه تم اختيارهم، حمدي فتحي ودونجا. حمدي فتحي طبعا من الناس اللي حسام حسن راضي عنهم مبدئيا. تاني حاجه هو فعلا لاعب كويس، فاختيار مناسب لمركز 6. دونجا وفقا للمستوى اللي عمله في السوبر ونظرا لصغر سنه، لان هو اصغر حتى من حمدي فتحي، فممكن يبقى على سبيل انك هتديله الايام اللي جايه على اساس ان هو يشيل المنتخب في مركز 6 ده. بالنسبه لي انا كان نفسي كمان يتم ضم سام مرسي. سام مرسي لاعب ممتاز، حاليا هو كابتن فرقته، بيلعب اساسي في فرقته في الدوري الانجليزي مش في الدوري الخليجي او في الدوري المصري، ففي ليفل اعلى. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن نتكلم عنها ان شويه سنه كبير، يعني يمكن 33 34 سنه، وده مش بالسن الكبير برضه، يعني هو على الاقل يقدر يديك سنتين ثلاثه تاني، وخصوصا ان هو اساسي في فرقته، يعني رجله في الملعب. فانا اعتقد ان سام مرسي المفروض كان ياخد المره دي، واتمنى ان المره اللي جايه كابتن حسام حسن يحطه في حسابات. نيجي لمركز 8. مركز 8 عندنا مجموعه رائعه من اللاعبين، عندنا احمد سيد زيزو، عندنا مروان عطيه، ناصر ماهر، وتريزيجيه ساعات بيدخل في الحته دي. مركز 8 مفيش خوف عليه في منتخب مصر. في اثنين لعيبه، واحد كان موجود واتشال من القايمه وهو امام عاشور، ناس كانت بتطالب بان كابتن عبد الله السعيد يدخل القايمه. عبد الله السعيد اعتقد انه صعب انه ينضم للمنتخب في ظل وجود كابتن حسام حسن، لان هو من الناس اللي بتحب تخفض الاعمار، فبالنسبه له 39 سنه سن كبير. في ناس زعلانه جدا بقى على عدم انضمام امام عاشور، نظرا لان امام في ناس بتعتبره ان هو خط الوسط الافضل في مصر حاليا. امام من الناحيه التاديبيه يقال يعني ان التجميعه اللي فاتت لما تلاقى نفسه مش هيبتدي اساسي فتمارض وطلع من المجموعه وخرج من قائمه المنتخب. لو الموضوع ده صحيح فده سبب كافي جدا ان هو يخرج من التجميعه دي لمنتخب مصر، لان الانضباط في المنتخب المفروض يكون في المقام الاول. اللاعب اللي مش هيتقبل قرارات المدير الفني والقرارات الاداريه سواء انه يلعب اساسي او احتياطي لازم يبقى بره المنتخب، علشان المجموعه كلها مدفوق. دي حاجه. الحاجه الثانيه من الناحيه الفنيه، انا شايف ان امام عاشور حاليا ما ينفعش يلعب. ليه ما ينفعش يلعب؟ اداؤه سيء جدا في ماتش السوبر وتعامله السيء بعد الماتش كمان. يعني امام عاشور دخل في مشكله مباشره مع جماهير نادي الزمالك، ودخل في مشكله مباشره، وده الاهم بالنسبه لي،
مع لعيبه نادي الزمالك، سواء دونجا او عواد، وخصوصا عواد ما عملوش حاجه خالص. يعني عواد كان الراجل بيسلم على لعيبه النادي الاهلي بعد الماتش ما خلص، وشايفين ان امام بيحاول يحتك بيه، حتى لعيبه النادي الاهلي حاولوا يبعدوا امام عاشور عنه. يعني فايه المنطق في حاجه زي كده؟ انت عايز تعمل ايه يعني؟ ليه عايز تعمل مشكله مع لاعب؟ انتوا كلكم في الاخر لعيبه منتخب مصر، هترجعوا تتجمعوا في منتخب مصر، فالمفروض ان الجو يبقى صحي ما بين اللاعبين. يعني فاستبعاد امام عاشور في الوقت ده سواء لاجراء تأديبي او لاجراء فني، انا متفق مع كابتن حسام حسن معاه قلبا وقالبا في الموضوع ده، ان كان لازم امام عاشور يطلع من المجموعه في الفتره دي علشان هو نفسه يبتدي يستعيد اتزانه في ان هو يجيب مستواه تاني، وفي نفس الوقت تعامله مع الامور سواء مع زمايله اللاعبين او مع الجمهور ما بقاش بالطريقه دي. اختيارات خط الهجوم كلها اختيارات منطقيه جدا. على الجناح اليمين محمد صلاح، مصطفى فتحي، ناحيه الشمال مرموش مكسر الدنيا في الدوري الالماني، معاه تريزيجيه ومعاه ابراهيم عادل عمل ماتشات قويه جدا في الاولمبياد، بالاضافه الى وجود مصطفى محمد عمل ماتشات قويه جدا في الدوري الفرنسي، واسامه فيصل. فالاختيارات في خط الهجوم ممتازه جدا. اختيارات المنتخب كلها يعتبر موفقه باستثناء الباك اليمين. انا شايف ان في مشكله كبيره جدا، شويه في عدم اختيار حجازي في خط الدفاع، شويه في عدم اعطاء فرصه لسام مرسي في خط الوسط، الى حد ما يعني اختيارات مقبوله. بس الباك اليمين بصراحه يعني انا نفسي يبقى الموضوع ما فيهوش شخصنه ما بين الكابتن حسام حسن واللاعبين، طالما المشكله ما حصلتش في المنتخب ونتيجه للمخالفه للتعليمات والكلام ده، انا اعتقد ان الامور الشخصيه لازم يتم وضعها جانبا. يعني بكده نكون انتهينا من تقييم اختيارات كابتن حسام حسن. نيجي للنقطه الثانيه، وهي اختيار الكابتن حسام حسن نفسه انه يكون على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر. هل ده الاختيار الافضل ولا لا؟ من وجهه نظري انا الشخصيه لا. انا الافضل كان بالنسبه لي التعاقد مع مدير فني اجنبي قوي زي فيتوريا للمنتخب الاول. فيتوريا احنا شفنا ازاي تاثيره على المنتخب الاولمبي ووصلنا لغايه المربع الذهبي في الاولمبياد. اعتقد ان تم الضغط من الجماهير عن طريق السوشيال ميديا للتعاقد مع حسام حسن، بس المفروض اللي في مركز اتخاذ القرار، يعني موضوع السوشيال ميديا ده ما يأثرش عليه بالشكل. حسام حسن من وجهة نظري أنا الشخصية يعني هو مدرب ينفع لفرق منتصف الجدول، زي الفرق اللي بتجيب مثلا مركز 10 11، هو يقدر يوصلها الرابع خامس عن طريق الباور اللي بيديه للعيبة، الشحن النفسي. ولو اني حتى الطريقة دي في التعامل معاه بتخليه شوية يبقى عصبي على اللاعبين، وبتعمل له مشاكل كتيرة مع بعض اللاعبين، انعكس بعض منها على اختياراته حتى في المنتخب حاليا. كمان يعني بالاضافه لان انا مش شايف ان هو مدرب او مدير فني فذ يعني عشان يبتدي انطلاقته من الاعتزال انه يبقى مدير فني مباشره. يعني هو ما تلمش على ايد حد من المديرين الفنيين الاقوياء. خطوه انك انت تاخد الريسك انك انت ما تتلمش تحت ايد حد ليه سمعته ليه افكاره ليه طريقه لعبه، وتقرر انك انت تبقى مدير فني، فانت عشان تنجح لازم تكون شخصيه فذه، يعني شخصيه خططيه وتحليليه، والكلام ده كله يبقى موجود عندك بشكل كبير جدا. ومش كتير قوي بينجحوا في النقطه دي، ان هو بمجرد ما بياخد فرقه بيقدر يحقق معاها نتائج. يعني يمكن قليلين قوي، يمكن جوارديولا مثلا اللي هو قدر ما يتلمش تحت ايد حد قوي، وهو قدر يعمل كاريره بنفسه، وهو حاليا اللي بيطلع من تحت ايده تلاميذ. يعني فكابتن حسام حسن من السي في بتاعه السابق انا اعتقد ان هو ما نجحش في حاجه زي كده. يعني هو مسك كمان الفرق كبيره، يعني هو مسك فرقه زي الزمالك ما قدرش ياخد معاها بطوله، فرقه زي بيراميدز ما قدرش ياخد معاها بطوله، فانت اوريدي مسكت فرق بطولات ما قدرتش تعمل معاهم بطوله. يعني فازاي يتم توكيل اختيار منتخب مصر ليه كمدير فني؟ انا مش عارف بصراحه. مقتنع جدا انه هيقدر يوصلنا لامم افريقيا وممكن ياخد ال 18 نقطه كلهم ما فيش مشكله، لانه بيلعب فرق اقل منه كتير. واعتقد انه برضه هيقدر يوصلنا كاس عالم، لان احنا في كاس عالم استثنائي بعدد كبير جدا من المنتخبات 48 منتخب، انت هتلاعب مجموعتك وهتصعد مباشره. اذا صعدت اول فانت هتروح كاس عالم. لو على النظام القديم انك هتصطدم بحد من الخمسه الكبار، يعني العشر مجموعات العشر الاوائل خمسه بيلعبوا خمسه، انا كنت اقول ممكن منتخب مصر ما يوصلش، لانك هتصطدم بفرقه كبيره زي مثلا السنغال او المغرب او تونس او الفرق دي. اعتقد مع وجود مديرين فنيين اقوياء مع الفرق دي ممكن يخلقوا الفارق قدام كابتن حسام حسن. يعني اعتقد انه هيوصلنا كاس عالم وهيوصلنا افريقيا، بس ما اعتقدش ان احنا هننجح بعد كده
واحده، لا في دي ولا في دي. يعني حتى افريقيا انا ما اعتقدش ان كابتن حسام حسن يوصلنا مربع ذهبي. اتمنى ان اكون مخطئ في الحكم عليه وان هو يقدر يبدع مع المنتخب، بس ده تحليل الفني ليه ككابتن حسام حسن ولاختياراته في توقف او للمعسكر القادم باذن الله. اتمنى ان يكون رايي فيه مش صحيح، ويقدر يكسبنا افريقيا ويقدر يعمل معانا نتائج كويسه في كاس العالم. تحياتي ليكم جميعا، واتمنى لمنتخب مصر باذن الله التوفيق في الماتشين دول وفي كل ما هو قادم. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.